متلوي. الهجوم الاول للترجي عن طريق جاك ديارا. جاك ديارا يتمكن من التوزيع، التسديده، الهدف الاول لصالح الترجي الرياضي التونسي عن طريق حسام تقا. اذا منذ اللحظات الاولى تقريبا 30 ثانيه والترجي الرياضي يفتتح النتيجه بعد هجوم قاده جاك ديارا من الجهه اليسرى، توزيع وكما جاءت على طاير. الهدف كان لصالح الترجي التونسي عن طريق حسام تقا. نشوفوا الاعاده، هذه الكره وهذه التسديده كما جاءت على طاير من لاعب الترجي حسام تقا، وهذه توزيعة جاك ديارا ممتازه جدا. العمليه الاولى والهدف الاول تسديده على كيف الدور السادس عشر، وقتها التعادل 2-2 وبركلات الترجيح 3-1 للنجم الرياضي بالمتلوي. ابرز النتائج اللي حققها نجم المناجم في مسابقه كاس تونس. الكره من شهاب الجبالي لجاك ديارا، ممتاز، يتعدى ديارا، خطير، يخرج كره. الهدف الثاني عن طريق اشرف الجبري، والتوقيت هو 13 دقيقه لعب في الشوط الثاني، يعني دقيقه 58 بنفس الخطوره وبنفس السرعه وبنفس يعني الفنيات. جاك ديارا ممتاز جدا في الرواق الايسر، تعدى بالكره وخرج كره في طبق لاشرف الجبري كنت نتحدث عليه، سحب زوز اهداف في لقاء الكاس الماضي في الدور السادس عشر. شوفوا السبرينت اللي عملها جاك ديارا ممتاز جدا قبل ما تخرج الكره على الخط النهائي للميدان، يتمكن باش يعطي لاسيس. فلوريان دانو في اول لمس للكره، دانو يلعب مع هيثم ثو، يلعب الكره لشياب جبالي، كسيل ابو عاليه، جبالي ابو عاليه في ال 18، كسيل شنو باش يعمل، يصوب جول ثالث، الهدف الثالث من كسيل ابو عاليه في دقيقه 15 في الشوط الثاني. نجم المتلوي طويله الكره، المتابعه من البحري، التصويب، جول.